بارك ساعة المنتخب المغربي هذا في شك واختلاف، ونحبوا المنتخب العربي ماذا بيه يمشيوا أكثر ما يمكن قدام، لكن نقول الظروف كل شيء متوفر. نحن في تونس كل شيء متوفر، حاجة بركة مش متوفرة. هو الجو العام خايف اللي صاير على المنتخب، لكن وقتاش المنتخب كان المغربي كان أقوى من تونس حتى تاريخيا. نحن ديما قويين، ديما ناقصين سيفري، إرادة سياسية مش موجودة في 15 سنة الأخيرة. في البنية التحتية الدولة مش من أولويات تشريع القوانين، فهمتي ولا؟ الجامعة قاعدة تحارب وحدها في الوضع نتاع الكورة. سيفري برشا نقايص، برشا ظروف، هذيك نرجعوا لها بعد كأس العالم نظهر لي أنا باش تصير تغربلة، خاطر لابد من الغربلة باش تمشي الكرة التونسية في الثنية صحيحة. لكن كرويا تونس من اقوى في المغرب العربي، ديما من اقوى فرق، من الجزائر واقوى المغرب، حتى بالستاتستيك نجم نرجعوا ستاتستيك تلقاو زدالي ما تشوفناش اللي عامل الفارق توا، عامل الفارق توا كاليتي جوار، كاليتي جوار نتاعهم هما هي اللي عامله الفارق، با بليس كو سا. وحاجات اخرين منهم لي بوفوار اللي موجوده في الكاف وفي الفيفا نتاع فوزي، وشفتوا نهضه بركان هزت جمعتين التالي قبل ما نبداو التحضيرات. الاتحاد المستيري في المغرب انتصر على عمل تعادل في المغرب وربح في المستير. هي مسجد عليك يعني تحكي على كيف ناسيونال فرق داكوردو. لكن يجيو جوارات مال البطوله منين خرجوا جوارات؟ لا مشاو يلعبوا لبرا. الاكثريه لا سيدي علي يلعب في المغرب توا. لا نحكي انا بطوله المغرب محترمه، ملاعب محترمه، الجو نتاعهم العام محترم، عكسنا احنا. صحيح، هذه حقائق. هي وشنو اللي خلى الجو ماهوش محترم هنا؟ وشنو اللي خلى الجو هكا مكهرب والله من المسؤول؟ الاطراف كلها راهي من الداخل. الجامعه، وزاره الشباب والرياضه خصوصي، والاراده السياسيه اللي هي اهم حاجه. راهو ما ثماش اكثر من الاراده السياسيه، وانت تعرف بالتاريخ وقت ثم اراده سياسيه باش نهزوا كوب دافريك 2004 هزيناه.